المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يواصل كتابة التاريخ بخطى ثابتة نحو المجد، بعد أن صنع إنجازا غير مسبوق بوصوله إلى نهائي كأس العالم في لحظة تخلد اسم المغرب في ذاكرة الكرة العربية والعالمية. رحلة الأشبال لم تكن سهلة، بل كانت مليئة بالتحديات والمباريات الصعبة، لكنهم تجاوزوها بالعزيمة والإصرار، وأثبتوا أن هذا الجيل الذهبي هو عنوان المستقبل المشرق لكرة القدم المغربية. وفي النهائي الكبير يضرب أشبال الأطلس موعدا مع المنتخب الأرجنتيني، أحد عمالقة كرة القدم العالمية. مواجهة تحمل في طياتها كل معاني القوة والإثارة بين طموح شباب مغربي لا يعرف الاستسلام وخبرة منتخب أرجنتيني اعتاد على التتويج. الأرجنتين ستبحث عن لقب جديد، بينما سيدخل المغرب المباراة بروح البطل الذي لا يخشى أحدا، بعدما برهن في كل مواجهة أنه قادر على مقارعة أقوى المنتخبات العالمية بندية وشجاعة. النهائي المرتقب سيقام يوم الاثنين العشرين من أكتوبر على الساعة 12 ليلا بتوقيت المغرب، أي ليلة الأحد، وسينقل مباشرة على القناة الرياضية الأرضية المغربية. أجواء حماسية ينتظرها الجميع، حيث سيتابع الملايين هذه المباراة التي تمثل حلما لكل مغربي وفخرا لكل عربي. إنها ليست مجرد مباراة، بل لحظة تاريخية قد تفتح صفحة جديدة في سجل إنجازات كرة القدم المغربية. فهل ينجح أشبال الأطلس في معانقة المجد العالمي والتتويج بكأس العالم لأقل من 20 سنة؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد حول مواعيد المباريات القادمة.